اوعي تقلبي الفيديو ولا تروحي في اي حتة، علشان احنا بنعمل هنا عظمة بجد. عاملين شوية زبدة، ما هو حرام اقول عليه فسيخ برضو. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش انا ميمي، واللي متابعيني اعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد. وتعالوا نعمل شوية فسيخ من الالف للياء، من اول ما نشتريه ازاي لحد ما نفتح وناكل. اول حاجة وانت بتشتريه اشتري السمكة اللي دماغها عريضة زي كده بالظبط، بلاش السمكة اللي ليها بوز ودماغها مسحوبة، وتكون خياشيمها حمرا كده، وما يكونش لونها غامق، ويكون عينيها صافية جدا، لأن السمكة اللي عينيها صافية بتكون صبحة، لكن السمكة اللي بيبقى عينيها فيها غيامة شوية بتكون بايتة كذا ليلة، علشان كده عينيها بيبقى عليها غشاوة بيضة. فنقي السمكة اللي عينيها صافية ومنورة، وياريت يكون وزن السمكة من كيلو إلا ربع الكيلو، ما تكونش أصغر من كده. صدقوني كل حاجة بتفرق. أول حاجة هنعملها هنغسل السمك كويس جدا، وأهم حاجة الخياشيم نغسلها كويس جدا عشان ما يكونش فيها دم. واهم حاجه بالراحه على السمكه، وما تشيليش الصدف اللي عليها من بره. بشويش كده وانت بتغسليه، وبعد ما تغسليه هتبداي تتكي على السمكيه عشان تصفيها، وطبعا الراس بتاعت السمكيه تكون لتحت. وانت بتتكي عليها ما تتكيش قوي علشان بطنها ما تفرقعش معاكي. بطن السمكه مكان حساس جدا، فبلاش تتكي على بطن السمكه. بعد ما غسلته واتكيت عليه علشان اصفيه، واهم حاجه في الخطوات اللي جايه كلها ابعدوا عن منطقه البطن نهائي. يعني وانا بتك عليها علشان تصفي، بتكه من عند السلسله بتاعه الظهر والدماغ والديل، بعيد عن بطن السمكه خالص. بعد ما صفيتها كويس بركنها بقى في المصفى على جنب كده، وبرضو بيبقى راس السمكه لتحت. بعد ما بخلص كل الكمية ببدأ أكسر في السمكة. يعني إيه بكسر السمكة؟ يعني بكسر الشوك اللي جوه ده بإيدي، ودي بتبقى عملية سهلة جدا، يعني ما بتكونش صعبة. بكسر من عند السلسلة رايح جاي بالطول وبالعرض، وبرضه ما بقربش ناحية البطن نهائيا. بعد ما بتكسريها بتلاقي السمكة طريت جدا وبقت عاملة زي حتة الزبدة في ايدي. بعد ما كسرتها وبعدت عن منطقة البطن عشان ما تفرقعش مني السمكة، وحطيتها في المصفى راسها لتحت، بسيبها من 3 ل 4 ساعات بقى تصفي براحتها خالص. ويستحسن كمان لو تفرشي تحتها مناديل علشان تشرب كل الميه اللي بتنزل. بعد ما بتسيبيها ال3 4 ساعات دول السمكه بتبدا تنشف وتحجر تاني، مفيش اي مشكله. بنبدا تاني ان احنا نتكه من عند سلسله الظهر، ونمسك من الراس والديل، ونبدا نحرك السمكه لحد ما ترجع معايا لينه تاني. واي ميه بتنزل منها بعد ما لينتها كده باخدها بالمناديل، يعني بدخل المنديل جوه بق السمكه وفي الخياشيم وانشف اي ميه بتنزل من السمكه عشان اطمن ان ما فيهاش اي ميه خالص. وبتاكد ان كل السمك متكسر حلو، وان مفيش شوك يابس، يعني السمكة ما فيهاش أي شوكة يابسة، كل الشوك متكسر والسمكة لينة جدا معايا. ده بيساعد جدا في تسريع عملية السوى. يعني السمك بدل ما هياخد 15 يوم، لا ممكن ياخد 10 12 يوم بس وتلاقيها استوت. ليه؟ لأن ما فيهاش حاجة ناشفة، السمكة بتبقى طرية جدا فبتقدر تتشرب التتبيلة بسهولة. بعد ما اتأكدت ان السمك بتاعي ناشف جدا ومتكسر حلو، هبدأ أجهز بقى الملح والشطة اللي هتبله بيها. ونيجي بقى لأهم خطوة في عملية تخليل الفسيخ. أول حاجة الملح لازم يكون خشن. الملح الناعم يا جماعة بيتشرب بسرعة جدا وبيملح السمك. الملح الخشن بياخد وقت على ما يدوب ومش بيخلي السمك مالح قوي، فبحط ملح خشن وشط اهم حاجة علشان ما يدوتش. وتقدري حتى لو عايزة تفتحي عليه وتقلبيه ما بيبقاش فيه مشكلة. بنحط له معلقة دنكار. الدنكار ده بمثابة مادة حافظة بتحفظ لنا التخليل بتاع السمك. بتحطي الملح الخشن على الشطة والنسب تقريبا بتبقى متساوية، يعني مثلا كوباية الشطة عليها كوباية ونص من الملح، مثلا كوبايتين شطة عليهم 3 كوبايات ملح عليهم معلقة دنكار. النسبة دي كويسة جدا، تقدري تقلبيهم وتخللي على قد الكمية اللي هياخدها السمك، والباقي بيتشال عادي جدا. حطيت الكمية على بعضها وقلبتها كويس، وبدأت ان انا احشي الخياشيم. وفي المرحلة دي بلاش نحشي البق، في ناس بتحشي الخياشيم وبق السمك. البق منه للمعدة على طول، هيبقى امتصاصه أسرع والسمك هيطلع حلو. احشي الخياشيم بس. الخياشيم بتاخد فترة على ما بتمتص الملح، وفي نفس الوقت بنحط برضو على السمكة من بره، فبتاخد وقت على ما بتمتص الملح ده. لكن لو حطيتي في بق السمكة هينزل في بطنها وهيحدق لك اللحم من جوه. بعد ما حشيت الخياشيم بتاعتي كويس جدا،
جبت اكياس بلاستيك وهبدأ ان انا ارص السمكة واحدة عكس واحدة، هحط واحدة عكس واحدة وهحطهم كلهم مع بعض، وبين الطبقات هحط رشة من الشطة والملح. ما تكتروش ان انتوا تغطوا السمكة كلها بالملح، هي كده كده السمكة هتنزل مية وهتتغطى بميه وملح وشطه، فما تقلقوش جدا من الحته دي. انتوا بتغلطوا في الحته دي قوي، ان انتوا بتملوا السمك ملح وشطه، فبالتالي برضو بيطلع حادق. يبقى احنا هنحشي الخياشيم كويس جدا، دي الحاجه اللي هنتك عليها في الحشو، هنحشيها كويس جدا وهنرص واحده عكس واحده، وهنحط بين الطبقات رشه بسيطه جدا من الملح والشطه، وهنرصهم كلهم في كيس واحد ما فيهاش اي مشكله. وانا كمية الملح والشطة اللي انا عاملاهم تقريبا اخدت نصهم بس في كمية السمك دي كلها، فما تكتروش. واللي لسه مكمل معايا الفيديو للحظة دي ما ينساش يعمل لايك. نرجع تاني للفسيخ، حطيناه في الاكياس واحدة عكس واحدة ورشة بسيطة بين كل طبقة والتانية. هقفل بقى الاكياس، هفرغ الهواء كويس جدا، وهنفرغ الهواء دي مش علشان السمك ما يعفنش، لا، دي علشان بس ما ياخدش معايا مساحة، لان انا هلفه تقريبا من 7 ل10 اكياس، فعلشان ما ياخدش معايا مساحه ويبقى كل الاكياس منفوخه. لكن هو مش هيعفن ومش هيبوظ، لان معلقه الدنكور اللي احنا حطيناها دي ماده حافظه، فمستحيل هيجرى له اي حاجه ان شاء الله. بعد ما لفيت تقريبا 9 اكياس او 8 اكياس، هخلي اخر واحد كيس لونه اسود علشان بس يسوي الفسيخ. هيسويه ازاي؟ احنا عارفين ان الحاجه الغامقه بتمتص الحراره، فالاكياس السوداء هتمتص الحراره من الجو وهتدخلها للفسيخ فهيستوي اسرع. بعد ما قفلت كل الاكياس هحطه في علبه واقفل عليه وبس كده، مفيش اي خطوات تانية، وهركنه لمده من 10 ل 12 يوم. بفتح عليه كل 3 ايام تقريبا، اقلب الكيس زي ما هو كده، اقلبه يمين شمال، وارجع اقفل عليه تاني. ايه المده المظبوطه لتسويه الفسيخ؟ لو في ايام حر بياخد من 10 ل 12 يوم بس، لكن لو في ايام شتاء ممكن ياخد من 12 ل 14 يوم. تعالوا بقى نفتح على الفسيخ ونشوف الدنيا فيها ايه. بصوا، انا بحاول ان انا ما بهدلش الدنيا حواليا، وبحاول ان انا اشتغل بهدوء، تمام. فبقص الاكياس كيس كيس كده وبشيله ارميه في الباسكت جنبي. بصوا الفسيخ ما شاء الله طالع طري ولونه جميل، ولونه من جوه احلى كمان من لونه من بره، يعني ما شاء الله طالع فعلا زبدة زي ما بيقولوا. بصوا الفسيخة طرية جدا وحلوة، وكان طعمه كمان مميز، يعني مش زي الفسيخ اللي بنشتريه من بره، لا، الفسيخ كان طالع حلو قوي قوي. بدأت انضف السمكية الاول من الصدف اللي فيها بالمعلقة كده، بس المعلقة يكون وشها لتحت، وببدأ اشيل الصدف اللي على السمكة من بره، وبعدين خدت الكيس ورميته، وبدأت بقى على كيس نضيف ان انا اشيل الدماغ واشيل الديل، وهبدأ بقى افتح السمكة معاكم وننضفها مع بعض. شلنا الدماغ وشلنا الديل، وبدأت ان انا افتح بطنها، بجيب منديل بقى وبسحب الحتة اللي بتبقى في البطن دي، وخلاص على كده السمكة اتنضفت كده خلاص، مفيش اي حاجة تانية. هنبدأ بقى نفتح ونشوف لونها من جوه. بصوا ما شاء الله السمك لونه وردي و... ونضيف وحلو، حاجة كده معمولة بمزاج ومعمولة بيتي، يعني زي ما انتم شايفين كده بالمنديل بنضف كل الحاجات اللي مش نظيفة في السمكة في بطنها، وخلاص على كده. بصوا بقى اتفرجوا على السمكة من جوه وعلى لونها، وعلى قد ايه هي مش مستحملة ان انا امسكها وافتحها. يعني انا سبته 12 يوم بالظبط والسمك طلع مستوي جدا، ويعني يعتبر مهري. السمك ده ما قعدش غير 12 يوم بس. ببدأ اخلي السلسلة كده واحدة واحدة زي ما انتم شايفين. بصوا طالعة نظيفة، اللحم مستوي، مفيش حاجة ماسكة في السلسلة. السمكية لو مش مستوية بتمسك في السلسلة، ما بتطلعش سليمة كده. بصوا السمك طالع لونه اللهم بارك تحفة. ودلوقتي السمك البوري غالي، فحرام ان ادي معلومة غلط لحد ويجيب السمك ويخلله وفي الاخر يبوظ منه. يعني الواحد بيتقي الله وبيديكوا المعلومة كاملة والله. بصوا السمكية طالعة يعني مش مستحملة، ده غير طعمه بقى. انا طبعا كان لازم ادوق، تحفة والله، كان تحفة بجد، فاعملوه على ضمانتي. بصوا السمكية يعني انا مش عارفة، يعني انا حاولت اطلعها بكل الطرق ان هي تطلع حتة واحدة، لكن السمك كان مستوي قوي فما كانش راضي يطلع حتة واحدة. بصوا لونه كان دايب دوب حلو قوي. اخدت بقى شوية كده خليتهم عشان لازم ندوق، حطيت شوية زيت وشوية ليمون، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وما تنسوش تعملوا لايك لو انتوا بتشوفوني على فيسبوك،
وتشيروا الفيديو كتير جدا. ولو بتشوفوني على اليوتيوب اعملوا اشتراك للقناة عشان لسه في وصفات تانية احلى كتير. وكده نكون خلاص خلينا الفسيخ بطريقة صح جدا ومفهوش اي مشاكل. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.